السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل فيه دانة الشوكولاتة أو بودنج بالشوكولاتة. حاجة سهلة وسريعة وجميلة، وأهم حاجة طعمها حلو جدا ولذيذ. مكوناتها سهلة ومش هتاخد معاكي وقت خالص في تجهيزها. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف المكونات بتاعتنا وطريقة التحضير. ولو أول مرة تشوفيني، دي قناة أكلات وتكات لبنى. يا ريت ما تنسيش تعملي لنا لايك وشير واشتراك. ولو حابين تشوفوا ليا وصفات كتير، انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا نسمي الله. وأول حاجة معايا 3 كوبايات من الحليب، وكمان بيكون معايا ربع كوباية من الكريم شانتيه، وربع كوباية من الكاكاو، ومعلقتين صغيرين من النشا، وربع كوباية من السكر، وكمان بيكون معايا مكعب من الزبدة. وأول حاجة معايا بكون مجهزة الحلة، بضيف فيها 3 كوبايات من اللبن. وطبعا ما بكونش حاطة الحلة على النار، بنحط كل المكونات اللي معانا على البارد. وبعدين هبتدي أنزل بباقي المكونات اللي معانا، اللي هي الكريم شانتيه والسكر والكاكاو ومعلقتين النشا. دي المكونات اللي احنا هنستخدمها كلها كده مع بعضيها على البارد قبل ما نحطها على النار. وهنبتدي نجيب المضرب ونبتدي نضربها مع بعضيها كده قبل ما نحطها على النار كويس جدا جدا، زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص دوبنا كل المكونات اللي معانا كويس جدا، وهنبتدي نرفع مكوناتنا دي كلها على النار، وتكون النار بتاعتنا هادية، وبرضو نستمر في التقليب كويس. واول ما اللبن سخن، ابتديت ان انا اضيف حبيتين من الشوكولاتة، يعني بما يعادل 80 جرام من الشوكولاتة. ولو حابة تضيفي كمية أكبر من الشوكولاتة مفيش أي مشكلة طبعا، بل بالعكس هو بيعزز الطعم وبيخلي طعم الدانت أجمل وأجمل وحلو طبعا. بس لو هتزودي في الشوكولاتة يبقى قللي شوية من السكر، لأن طبعا الشوكولاتة مسكرة. ولو هتزودي في السكر يبقى قللي في الشوكولاتة، يعني حاجة من الاتنين عشان تظبط معاكي الحلا بتاع الدانت. وبرضو ده بيكون على حسب الرغبة. انا بعد ما ضفت الشوكولاتة فضلت اقلب كويس جدا لحد ما الشوكولاتة دابت وجابت لون الدانت بالظبط. واهم حاجة معانا بنكون مخليين النار بتاعتنا هادية مش متوسطة، لازم تكون هادية خالص. وكمان لازم تفضلي تقلبي فيه على طول بشكل مستمر زي ما انتوا شايفين كده. واخر حاجة معايا ضفتها هو مكعب الزبدة. طبعا الزبدة بتدينا لمعة حلوة للدانت وكمان طعم حلو. هتفضلي تقلبي لحد ما يدوب مكعب الزبدة كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين القوام بتاعه احنا مش عايزينه زي المهلبية، احنا عايزين قوامه يكون سايل، لان انتوا عارفين الدانت بيكون القوام بتاعها خفيف مش متماسك، يعني بيكون سايح كده شوية. وبعدين ببتدي ان انا اسيبه بره شوية واقلبه كويس لحد ما البخار اللي فيه او السخونية اللي فيه تطلع ويكون برد شوية، واكون مجهزة كيس بلاستيك وببتدي ان انا احطه على سطح الدانت من فوق. ليه احنا بنعمل كده وبنخلي الكيس البلاستيك يلمس سطح الدانت من فوق؟ علشان ما يعملش معانا وش او طبقة من فوق زي المهلبية. طبعا بالنسبة للدانت هو معلوش اي وش، هو كده زي ما انتوا بتشوفوه سايح كده وجميل. اخدته بعد كده حطيته في التلاجة شوية لحد ما يبرد، بس اللي هو يبرد بس ما يمسكش. وبعدين هنعمل تركية حلوة كده، هنجيب المضرب الكهرباء وهنبتدي نضرب في الدانت كويس جدا كده دقيقتين 3 لحد ما تحس القوام بتاعها بقى كريمي وناعم زي بتاع بره بالظبط. بيبقى جميل جدا، بتفرق معاه جدا لما بنضربه بالمضرب. بعد كده بيبقى جميل جدا. شايفين القوام بتاعه؟ احنا مش عايزين ان هو يكون يعني سميك او كده، لا هو مش مهلبية، عايزين قوامه يكون نفس قوام الدانت بتاع بره، لان احنا لسه بنرجع وبنحطه مرة تاني في التلاجة. فطبعا لما بيبرد بيبقى اتقل من كده. زي ما انتوا شايفين جبت الكوباية المعيارية بتاعتي وصبيت فيها الدانت، قلت احسن طبعا واسهل واسرع، يعني وفرت معايا في الوقت كتير. وزي ما انتوا شايفين شكله وقوامه ولمعته وريحته جميلة جدا. لو حابة تستغني عن التركية اللي عملناها بالمضرب مفيش مشكلة، ممكن تستغنى عنها، وممكن على طول بعد ما تنزليه من على النار تصبيه في الكوبايات او الاطباق بتاعة التقديم بتاعتك، وتغطي الاطباق او الكوبايات بتاعتك قبل ما تحطها في التلاجة. يعني
بس هي تركاية ان احنا نضرب الدانت بعد ما نطلعه من التلاجة. هو طبعا بيكون احسن لان بيدينا نفس القوام والملمس بتاع الدانت بتاع بره. شايفين القوام بتاع الدانت عامل ازاي؟ جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. وكمان الطعم واللمعة جميل جدا، انصحكم انكم تجربوه. طعمه لذيذ وجميل بصراحة. انا اخدت اول معلقة ما قدرتش اسيب الكوباية. طعمه حلو جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك. على فكرة القوام بتاعه وشكله ده قبل ما يخش التلاجة. الدانت ممكن نعمله لأولادنا في البيت بنفس الطريقة بنفس الجمال. حاجة جميلة ونضيفة وسهلة جدا، وتحضيرها ما بياخدش معانا وقت أبدا. وطبعا كفاية ان انت اللي محضراها بإيدك لأولادك، ضامنة جودتها، ضامنة نظافتها، ضامنة ايه اللي انت عاملاه بإيدك وبدون مواد حافظة طبعا. وده كان شكلها بعد ما طلعت من التلاجة. شايفين القوام بتاع الدانت حلو ازاي؟ وكمان مش عامل قشرة غامقة من فوق، بالظبط زي الدانت بتاع بره، وكمان اجمل. يلا كده قومي تشجعي واعملي لاولادك احلى دانت، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص والوصفة خلصت، ويا رب يكون عجبكم وفدتكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة.